شوفي، انا حابه ارد على الكومنت ده. ما كنتش احب ابدا ان انا اقول امر شخصي زي كده. ولكن الكومنت ده جالي كتير جدا، فواضح انه خليني احسن الظن ان الناس فهمت كلامي غلط. هو اني بدافع عن البنت؟ انا مستحيل اكون بدافع عن البنت. بس خليني اوريكي مثلا صوره لابني. هو رجع لي من المدرسه، بالمناسبه هو يعني جريد 2 يعني 7 سنين. وولد في اعدادي، في تالتة اعدادي. ضربه بالكوره في عينه ورجع لي بالشكل ده في يوم. وانا ما عرفتش اعمل ايه. حقيقي ما عرفتش اعمل ايه، لان كان رد المدرسة ان احنا اتدخلنا واحنا عاقبنا الولد في ساعتها، وانه الولد في امانتنا، وان احنا عملنا اللازم كله، وان الولد ما كانش بيضربه، دول كانوا بيلعبوا مع بعض كورة في الجاردن. فانا حاطه نفسي مكانها. والمواقف دي انا بقولك ان انا خايفه اتحط فيها اصعب من كده. واللي انا كنت بقوله في الفيديو ان انا خايفه من الاصعب من كده، خايفه من اللي جاي بعد كده. يا جماعه، احنا مش بنتكلم على بنتين هم دلوقتي القضاء هو اللي بيفصل في امرهم. احنا بنتكلم في حاجه مهمه جدا. وبعدين، ولحد امتى هنفضل بنضحي باولادنا في مقابل ان احنا سايبين البلطجه هي سمه العصر؟ ان احنا سايبينهم بيتفرجوا ليل نهار على افلام بتاكد لهم ان البلطجي هو اللي بيكسب، واغاني بتاكد لهم ان البلطجي هو اللي بيكسب. فهمتي المقصود من كلامي؟ انا مش بدافع عنها، لازم تتعاقب ولازم تاخد العقاب الكافي.